بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هتكلم على الفور اتش. الفور اتش ده طبعا من ضمن الكنترول ستراكشر. الفور اتش بيبقى ليها شكلين بس. الفور اتش تقدر تستخدمها في حاجات كتيرة جدا في البرمجة، بس انا عن نفسي مش بستخدمها، يعني مش بتيجي معايا كتير، بس هي طبعا مهمة. الفور اتش ببساطة فكرتها انك تاخد array، تخلي كل قيمة فيه، طبعا الاري بيبقى متغير له اكتر من قيمة، فانت بتاخد كل قيمة فيه تخزنها في متغير، والمتغير بقى ده تعمل عملية عليه براحتك. فهو زي اللوب كده، لانه بيلف على الاري، يجيب اول قيمة يحطها في متغير باسم معين، بعد كده تاني قيمة يحطها في متغير برضو بنفس الاسم. هناخد اول شكل اللي هو الفور اتش array expression as variable او ال value، بعد كده ال statement هنا. همسح ده، سوري. هعمل الشكل ده، هعمل variable او هعمل array، هسميه array، احط فيه قيمة array بالشكل ده كده. اوكي، هخزن فيه مثلا احمد، بعد كده عصام، علي. عندنا مثلا دول 3 قيم في الاري ده. طيب لو احنا عايزين نطبعهم، عايزين نعرف الاول نستخدمها بالفور اتش ازاي. هنكتب فور اتش بس بالشكل ده كده، بعد كده نفتح قوسين، وبعد كده يا اما نعمل نقطتين فوق بعض end for each بالشكل ده، او نستخدم الكيرلي بريز بالشكل ده كده، او ممكن لو هنعملها سطر واحد يبقى كده على طول، وبعد كده ننزل السطر اللي بعديه نكتب اللي احنا عايزينه. يعني اللي هنكتبه هنا في السطر 13 هيبقى بره اللوب. طيب انا هعمل الكيرلي بريس واكتب هنا فور اتش. التعبير بيبقى اسم المصفوفة as و variable جديد انت بتعمل له create، او بتعمل له تعريف او اعلان، بتعمل له اعلان مش تعريف. طيب عندنا هنا الاري اسمها array بالشكل ده، بعد كده keyword اسمها as، وبعد كده اسم الفيربل هخليه value. يبقى هنا بعمل لوب الاري، اول قيمة فيها احمد، يبقى اول قيمة فيها value يجي يطبعها. يعني مثلا لو قلنا له echo value بالشكل ده، هنا هيعمل ايه؟ هيعمل لوب الاري هنا اهو as value، يعني كل قيمة فيها تبقى متغير value. اول مرة هتبقى value هيطبع لنا احمد، تاني مرة value هيطبع لنا عصام، تاني مرة value هيطبع لنا علي، لانه بيلف بالدور. value اول مرة هتساوي احمد يطبعها، وبعد كده value هتساوي عصام يطبعها، بعد كده تساوي علي يطبعها. عشان تبقى واضحة نعمل بالشكل ده ونشوف هيطبع لنا ازاي. اسف، localhost learn.php طبع لنا احمد عصام علي بالشكل ده. طيب لو عايزين نطبع اعداد، يعني نقوم جايبين كده 1 2 سوري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا بالشكل ده. هنا نفس الكلام for each array as value، يعني كل قيمة في الاري ده هتبقى value، ونطبع الفاليو بالشكل ده من 1 ل10. طيب ممكن مثلا نقول له value، او مثلا ممكن نقول له sum تساوي 1 أو 5 في value، بعد كده equal sum، يعني هجيب كل الأعداد دي هتتضرب في 5، بعد كده هيقوم طابعها، فيطبع لي 5 10 15 20 كده، 5 10 15 20 25 لغاية 50، لأني جبت كل قيمة وضربتها
في 5.